واللي حصل ده بقى موجود فين في كتاب فن الحرب؟ في حاجه شبهه مش بالظبط يعني، في الباب السابع بتاع التحركات والمناورات. يا سيدي. بيقول لك ايه بقى؟ لا تحاصر عدوك من جميع الجهات، اترك له طريقا للهرب لكي يحارب بعقل لا بيأس. وده ممكن نستنبط منه مقولة انقذ عدوك النهارده عشان تعرف تخلص عليه بكره بمزاج. عظيم. ما بتفكرش تسيب اللي انت بتعمله ده وتعمل دكتوراه في كتاب فن الحرب وتفسيراته؟ تكسب ذهب. ما بفكرش اسيب اللي بعمله لاي سبب ايا كان. مالك؟ هو انت كنت عارف ان مريم بتشتغل مع ياسمين؟ اه طبعا اكيد. ما حسيتش ان دي حاجه المفروض ان انا ابقى عارفاها؟ حاجه تبقى عارفاها ليه؟ مش فاهم. لا ولا حاجه. بقول لك يبقى دور كده في كتاب فن الحرب على فصل اسمه فصل الغباء والاستعباط، وان ازاي الصفات دي ممكن تخلينا نخسر كل حاجه، مش بس المعركه.